تعرف ان الزرافة رغم ان شكلها لطيف وبريء بتمتلك اسلحة فريدة وقوية جدا بتخليها خصم صعب على اقوى المفترسين حتى الاسد، لان طولها مذهل بيخليها تشوف اي خطر من بعيد، وعيونها كبيرة واذانها حساسة بتسمع ادق حركة من مسافات طويلة. لو شافت اي اسد جاي عليها بتستخدم سرعتها الرهيبة في الهروب، لكن لو الزرافة كانت ومعاها صغيرها ساعتها بتتحول من كائن هادي ومسالم لمقاتلة شرسة وفتاكة. ولو الاسد حاول يقرب من صغيرها بتقف بثبات وترفع راسها، وبعدين تستخدم رجليها الخلفية كسلاح فتاك، لان الركله الواحده منها كفيله تقتل الاسد في لحظات. طبعا ده في حاله ان الركله تسيبه في راسه او حتى صدره. وفعلا تم تسجيل حالات حقيقيه لاسود فقدت حياتها بركلات قاتله من زرافات بتدافع عن صغارها. الاسود لما بيلاقوا مقاومه شرسه من الزرافه الام، بعضهم بيحاول يشغلها عن طريق الهجوم عليها، والبعض الاخر بيحاول يصطاد الصغير، لكن الام طبعا بتدافع عنه بكل قوتها وما بتسيبوش الا لو اتاكدت انها مش هتقدر تنقذه او مات فعلا. احيانا بينتصر الاسد واحيانا بتخرج الزرافه منتصره، طبعا بفضل قوتها الهائله وركلاتها الصاعقه المميته. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.